وفاءً لطموحها الاستراتيجي الرامي إلى تحويل الدار البيضاء إلى قطب جوي عالمي، وتجسيداً لمخطط تنموي واعد، تعيش الخطوط الملكية المغربية مرحلة مفصلية في تاريخها عبر إطلاق حملة توسع غير مسبوقة لشبكتها الدولية ابتداءً من سنة 2026، وهي خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الناقل الوطني كجسر حيوي يربط بين القارات الثلاث، أوروبا وإفريقيا وأمريكا. ويأتي هذا التحول وفقاً لما أكده الرئيس المدير العام كترجمة عملية لرؤية طموحة انطلقت منذ عام 2023 عبر تعزيز الأسطول وافتتاح نحو 20 خطاً دولياً، لتصل الشركة اليوم إلى مرحلة النضج التي ستتوج بإضافة ما لا يقل عن 9 مسارات جوية جديدة، مساهمة بذلك في تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للمملكة وربطها بكبريات العواصم العالمية. وفي تفاصيل هذا المخطط الذي يزاوج بين تعزيز شبكتي المدى المتوسط والبعيد بفضل اقتناء طائرات حديثة، تتجه البوصلة نحو تنويع جغرافي دقيق. فبعد الإعلان المسبق عن خطي سانت بطرسبرغ ولوس أنجلس، ستشهد خريطة لارام ابتداء من أبريل 2026 امتدادا يشمل إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا عبر إطلاق رحلات نحو بوانت نوار وطرابلس وبيروت، بالإضافة إلى تعزيز الحضور في إسبانيا عبر مدينتي بلباو وأليكانتي. ويتواصل هذا الزخم بتعميق التواجد في السوق الإيطالية عبر بوابة فيرونا لتنضاف إلى 7 وجهات إيطالية قائمة، بالتزامن مع توسيع الشبكة الفرنسية عبر خط جديد نحو مدينة ليل في يوليوز 2026، مما يعكس هندسة دقيقة لربط المغرب بمحيطه الدولي. وبالموازاة مع التوسع الجغرافي، تضع الخطوط الملكية المغربية رهان الجودة وراحة المسافر في صلب اهتماماتها، حيث تعتزم رفع وتيرة الترددات نحو وجهات استراتيجية بعيدة المدى مثل ساو باولو وميامي وواشنطن ودبي، مدعومة بأسطول جديد يوفر أحدث شروط الرفاهية وتقنيات الاتصال والمعايير الدولية للسلامة. وبهذا النهج الشامل تنجح الشركة في تعزيز دورها الريادي كفاعل وازن في خدمة السياحة الوطنية، مجددة التزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية تعكس وجه المغرب المنفتح والمترابط مع العالم.